قصة طير شلوى عند الخليجية. ايش معناها؟ والله ايش قصتها؟ طيور شلوى. وهذا مثل شهير عندهم، اليقباني طير شلوى. يقولوا يا سيدي ان في عائلة فيه واحد اسمه عجرش الجربة. عجرش الجربة من قبيلة هذه الجربة هذه بطن من شمر هذه بطن من الطائية من قبيلة حاتم الطائي. كانوا والقبيلة هذه عندها جمجمة كبيرة وعندها يعني بطون وأفخاذ متطرشات في الجزيرة العربية كلها، بما فيهم في الأردن وفي العراق وفي الخليج العربي. عجرش الجربة هذا بيت من شمر. كانوا وين قاعدين؟ في العراق. سنة الحدث هذا جاي في كم؟ في 1871 القصة هذه صارت عندهم في العراق. ايش تقول ان عجرش هذا اتجوز بنت عمه له وخلف منها 3 عويلة وركب مرض في النجح. هذاك جا مرض، مات عجرش وماتت رفيقته بعد 6 شهور وسيب 3 عويلة. اكبر واحد عمره 3 سنين. سيبهم من؟ سيبهم الحنم. حنم ايش اسمها؟ ام عجرش. حنم ايش اسمها شلوى. وكلمة شلوى عندهم هم كالسلوى عندنا، رانا نفس المسمى. السلوى. السلوى طير حر. شلوى هذه ربت العويل القزازين 3، واحد اسمه شليش وواحد هيشان وعدامة. هذول ظنا من؟ ظنا عجرش قزازين. ربتهم حنم شلوى. العملية رق الحالة رقيق وعزوز تربي في تيم وقزل. تمت ومت قحط العملية عندها تمشي تطلب تشحت. ومن باب الاستلطاف فيش تقول؟ فيش العالم يحنوا عليها؟ فيش تقول عشال طويريتي. عندك امشي عشال طويريتي تقبك تشحت من نواجه. فيعطوا فيها حق الله. في شيخ كان اسمه عبد الكريم الجربة، عبد الكريم بخوذه، اسمه عبد الكريم بخوذه الجربة، ولقبه شيخ سمن كريم بكل. يوم من الايام طافت عليه خبارة ايش؟ خبارة شلوى. انا اتعشي في عويلة حق الله والله هي يقال انا صادفت انا حقاته. يقولوا قالت لي يا شيخ عبد الكريم، هي يا شيخ جربة، قال لها تفضلي، قالت لي عشان طويراتي. انا اياه يشوف الشيخ وشوف البتع وشوف الكرم. ايش قال؟ ما باش يعطيها عشاء، دز معاها وحدين، قال لهم عدوا فكوا بيته وجيبوها لي هي وطويرتها. ذيه حطه ذيهن. وقال لك الشيخ هذا تم ما يشوف الضيوف ويوكل في الطعام، طعام عيش. قال لك شارط ان ما يتعشوا ضيوفه ولا يتغدوا ونين ياكلوا طيور شلوى. شوف رب العويله ظل رباها ميتيم طعام عيش، نين كبروا في ظله وفي ضراه وفي حمايته. يوم من الايام صار قحط وصار جفاف. قررت قبيلة شمر، هذه قبيلة الجربة، الهجرة من مكان لمكان كبدو عرب رحل. فطبوا على حدود سوريا في الشام، وكانت تحت الدولة، تحت العثماني، تحت العثماني، فهمت؟ وتحت قبيلة أخرى برضه. وين ما طبوا هذول الجربة طبوا في المكان هذا عشان الربيع والكلى والمرعى. طبت عليهم دورية العثمان. ليش قالت لهم؟ قالت لهم تبوا تقعدوا في المكان هذا تدفعوا ودي بمعنى كالجزية ضريبة، تدفعوا الودي. الشيخ جربة لما عربه وبحث كما تقول قال نحن جايين رحلين للمكان هذا فترة مؤقتة، فهمت؟ يعني ما فينا ما دار مشاكل ودار حروب، نعطوهم الودي. وبعدها حطوهم اول شهر، ثاني شهر جاوا وقالوا لهم نبوا الودي مضاعف. تسمع فيه؟ قالوا لهم هذه مشكلة، لكن برضو من دام ما تريدوا غير ودي ضريبة هاك وهي سهلة. جو ثالث شهر قالوا نريدوا ودي مضاعف ونريدوا خاكور. خاكور ايش معناها؟ معناها صبايا ضريبة. تدفعوا فلوس وتعطونا شي 4 ولا 5 صبايا من ناجح كم او جواري او هني، هذه ضريبة برضو نبوه. هاني طبعا هم عرب وبدو. ايش قال الشيخ جربة؟ قال ابيات الشعر عندهم. ايش قال؟ قال هنيكم يا ساكنين تحت ملقاع، يعني يا موتى يا اللي مدفنين، هنيكم يا ساكنين تحت ملقاع، ما مركم ودي تكفاه خافور. يعني ما
ما مركم ودي تكفاك غفور. هنيكم متم بحشم وبساع، يعني متم بحشم وبزاع، وما من عديم ينغز الثور. يعني قال نحن عديم ينغز الثور، ما نقدروش حكومه كيف نقدروا ما لا. قال لك ويصبي هنا وليد اسمه شليش، هذا طير شلوه، ويقول له افا وانا طير شلوه. يجي الدوريه اللي جاي يطالب فيها ما ذيك، قال لك لابسين طرابيش حمر، قال لك يركب فيها يقبن الطرابيش الطايره. اللي يبرم عليه العيل هذا يقول طربوش يطير يطب هناك، يطير يطب هناك. كما تقولوا وصارت معركه وفازوا فيها العويل هذول طيور شلوه مع قبيلتهم، وجلوا الحكومه وبعدها جلوهم برواحهم ردوا الوطن المصري. فتمت مقوله عنده الخليجيه وعند القبائل هذين، اي واحد ينفع ويني يقولوا له ايش؟ يقولوا له يا طير شلوه. مرحبا طير شلوه والله. مرحبا والله.